السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ عوافي في الأول، لأن احنا في الوقت ده بعد الظهر وكل ما نمشي نقول عوافي للناس اللي هي قاعدة في الشارع جيراننا. دلوقتي أنا عاملة لكم طريقة حلوة للسمك. ماشي، طبعا السمك ده بتاع البلد، أنا ماليش دعوة بسمك هنا. الله أكبر عليه. تلقيه من جوه كده، بص أنا أما أفضل أغسل فيه وأنضف فيه وأجي محيجاه بالتوم وأسيبه تاني قد نص ساعة وأغسل تاني. ماشي، التوم ده ما يديه لمعة حلوة ويديه نكهة، وبرضه أتبله تاني. ماشي، شايفينها غسلته كويس ورجعت تاني بالتتبيلة. التوم ده أما يجي لأي حاجة، والخل والملح، ومنه يتحيك برضه ويدي طعم تاني. ماشي، بعد ما غسلته كويس يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طيب، هنا جبت بصلاية كده حلوة كبيرة، يجي ربع كيلو وحديها ضخمة. عملتها بالمخرطة، فضلت اقلب فيها لغاية ما حمرت. نزلت بالرز قلبته شوية تاني. جيت جايبة كيلو طماطم سبكته بشوية ملح وزيت، وجيت كباقية على الرز. ماشي، بعد ما غلى معايا على البوتاجاز جيت زقاه جوه الفرن. ماشي، وطلع معايا بالطريقة الحلوة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. ونعمل شوية طحينة ونخلي السمك كده قد نص ساعة متبل، ونيجي جالينه نحط على دقيق من هنا ومن هنا ونجليه، ويبقى زي الفل وزيتك نضيفه زي العسل. هيدي صينية اللي هي بنقول عليها صينية رز بطماطم. ماشي، رز صيادية يعني، أيوة رز صيادية. ونحط شوية خيار حلوين كده، شوية ليمون، ونحط على السفرة وناكل احنا وعيالنا أحلى أكلة ووجبة جميلة وزي الفل وكلها غذاء. اعملوها بالطريقة دي والله هتعجبكم يا جماعة. أهم حاجة رز الصيادية ده. كان عندي برضو حزمة خضرة قبل ما أدخل الفرن، جيت مقلباه وحطيتها. الخضرة ادت الرز طعم الله أكبر، حكاية بصراحة. أول ما تعملوها تحبوه. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم على